جلسة عاجلة بين أحمد فتوح وإدارة الزمالك لحسم موقفه من التجديد. يعقد مسؤول نادي الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة جلسة هامة وعاجلة مع اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك من أجل حسم موقفه من التجديد للزمالك خلال الفترة القادمة. ومن المقرر أن تشهد هذه الجلسة الاتفاق على التفاصيل المالية لتجديد اللاعب والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف من حيث القيمة المالية للتجديد. ويأتي تمسك الزمالك بأحمد فتوح نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته الفترة القادمة، خاصة وأنه من العناصر والركائز الأساسية التي لا غنى عنها داخل الزمالك مع المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. وكان نادي الزمالك قد وعد أحمد فتوح بمنحه عقدا من الفئة الأولى، خاصة وأنه من اللاعبين الكبار داخل الفريق والذين يبذلون قصارى جهدهم مع الزمالك ويستحقون التقدير المالي الذي يليق بمكانتهم الفنية وحجم عطائهم مع الزمالك.